هلو هلو. لو أول مرة تتابعوني، دي قناة سمسم وحبة البركة. لايك واشتراك. تعالوا نعمل النهاردة مع بعض فيليه السمك بطريقة حلوة جدا، وبطبقة كريسبي جدا عليه من بره. يلا تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. معايا هنا نص كيلو من صدور الفيليه، السمك الفيليه، ومعايا توابل ملح وفلفل وكمون وسنة بابريكا وسنة كاري صغيرة جدا، ومعلقة توم مهروس ومعلقة فلفل أحمر مهروسة. هننزل هنا بكمية الفيليه في بولة، في علبة، اللي يريحك. بس انا عشان هحفظها في التلاجة بعد شوية عشان التتبيلة تتشرب منها خالص. نزلت كده بالفيليه، وهنزل بالثوم والفلفل الاخضر. عايزة تحطي حامي، عايزة تحطي بارد، اللي يريحك. والتوابل ملح وفلفل وكمون وسن بابريكا وسن الكاري، ومعلقتين ليمون معصور، وسنة صغيرة جدا خل عشان تمنع الريحة بتاعته. هقلب بقى الكلام ده كله وهسيبها دلوقتي على جنب. وهاجي هعمل خلطة تانية مكونة من ايه بقى: معلقتين دقيق ومعلقة واحدة نشا. النشا ما بتخلوش يشرب زيت كتير في القلية، بتمنع ان هو يشرب زيت كتير. وهتبلهم بقى برضو بندعة ملح وفلفل، وهدوبهم بشوية مية من الحنفية عادي. هدوبهم بقى كده كويس، وهوريك القوام بتاعهم هيبقى عامل ازاي. ده قوام الخلطة اهو، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هنزل بقى عليهم بالفيليه اللي احنا تبلناه، وهقلبهم بقى تقليبة كويسة جدا، واحفظهم في التلاجة لحد ميعاد القلي بتاعهم. اهو انا هشيل بس الشوكة وهقلبهم تقليبة كويسة، وبعد كده هقفل عليهم. ويا ريت تحفظوهم في التلاجة، بلاش تحطيهم بره لان الجو حر جدا والسمك ما بيستحملش. تمام كده. هنيجي بقى للتتبيلة بتاعة القلية. انا حاطة هنا دقيق، وحاطة عليهم برضو معلقة نشا واحدة ومعلقة زعفران صغيرة قوي بتديله لون اصفر حلو. تبلتهم خلاص. بعد ما تبلتهم كده هرش عليهم بختين 3 بالمية. يعني هرش عليهم شوية مية. ليه؟ دي تتبيل بقى، هعمل طبقة تانية من الدقيق. دي بقى بتخليه طعمه حلو جدا وكريسبي، والطبقة بتبقى ايه، سميكة شوية. هرجعهم تاني للدقيق، وبعد كده بقى في زيت سخن هنزل بيهم، وهوطي بعد كده النار. اهو زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله، شايفين اللون عامل ازاي ومش شارب زيت خالص. هطلعه بقى على مناديل المطبخ اهو، وهقدمه بقى مع الرز الصيادية. انا عملت رز الصيادية معاكم قبل كده، هتلاقوه على الصفحة اهو زي ما انتوا شايفين. وطعمه خرافة. التتبيلة اللي كانت فيه دي طعمها حلو جدا. وهزينه بقى كده بشوية شبت وبقدونس. وجربوها ويا رب تعجبكم. باي باي.